يواصل النادي الأهلي المصري مشواره نحو تنوع مصادر دخله من خلال مشروعات تعينه على تطوير مختلف الأنشطة الرياضية به، خاصة في ظل دخوله في معركة صفقات شراء لاعبين جدد للنادي. مراسلنا أحمد نوير والمزيد من التفاصيل عن افتتاح فروع الأهلي ستورز. منافسة شرسة بين الأندية المصرية لضم أفضل اللاعبين لصفوفهم، لكن هذا يعتمد على ثراء خزينة الأندية. من هنا جاء تفكير نادي الأهلي في فتح فروع متعددة للأهلي ستورز أو محلات بيع منتجات النادي، سعيا وراء تنوع موارده المادية لإنعاش كافة اللعبات به ولتواصل أقوى مع عشاقه ومحبيه. إنها خطوة جيدة لكنها تأخرت كثيرا. الأهلي نادي عظيم وله ملايين المشجعين، وهذا المشروع يمثل جسرا للتواصل بين الأهلي ومشجعيه. كرة القدم النهارده بقت صناعة وبيئة استثمار، بدليل النهارده ان الاتحاد الدولي بيقول لك ان لابد كل الأندية تبقى أندية محترفة وتبقى ليها شركات استثمارية، لأن هي بقت النهارده بقى ما بقتش رياضة، بقت يعني طبعا ما فيش في المقام الأول هي رياضة، لكن في الآخر برضه هي رياضة بتدير نفع وبتدير أرباح على الأندية. تعد فكرة محلات الأهلي محاكاة من النادي للأندية العالمية الكبرى في مسعى للاستفادة من كافة النواحي الاحترافية لهذه الأندية الشهيرة. في الآخر الموارد هتعود على النادي الأهلي، يقدر يكبر بيها من نفسه، يقدر يحسن بيها من شكل النادي العام، وفي نفس الوقت يقدر يجيب لعيبة جديدة تقدر تحافظ النادي الأهلي على مكانته. الرياضيون من جانبهم أكدوا أهمية أن تحذو الأندية المصرية نفس الحذو بخلق مصادر دخل جديدة لها للخروج من أزماتها المالية التي تنعكس بالسلب على تطوير الأنشطة الرياضية بها. خطوة جديدة يخطوها الأهلي على طريق خلق موارد مادية جديدة للنادي تقف حائلا أمام أي أزمات مالية قد تطرأ عليه، علاوة على انعكاساتها الإيجابية في تطوير شتى اللعبات بالنادي. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من داخل إحدى محلات الأهلي ستورز بالقاهرة. بصراحة يا أحمد نوير أنت كده. خرج كل من منتخب مصر وتونس من نصف نهائي